بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، بنحل النهاردة إن شاء الله البوكلت رقم 1 في الاتزان الأيوني. الترتيب الصحيح للأحماض الآتية حسب درجة التوصيل. طبعا التوصيل بيحتاج إلكتروليتات قوية، ضعيف فبتبقى توصيلتها ضعيفة، يبقى كده اللي واخد حرف البي هو اللي هيبقى إجابته مظبوطة. يبقى كده ألف غلط ويبقى كده ب غلط. طب الاتنين الضعاف، القاعدة بتقول الضعيف بالذات لما تخففه بالمية توصيلته للكهرباء بتزيد. طب ما ده تركيزه 1/100 وده تركيزه 1/10، ده تركيزه أقل، يعني أنت مخففه فيوصل أفضل. يبقى سي تيجي بعد بي، يبقى بي وراها سي وراها ايه. أي الأشكال الآتية يعبر عن العلاقة بين التأين والتركيز. ستيفلد قال كي A بتساوي ألفا تربيع في سي، والتركيز لما بيزيد لازم الدرجة تقل، يعني العلاقة بينهم علاقة عكسية، دي طردية ده عكسية. دي بتقول إن مهما الدرجة زادت التركيز ثابت، دي بتقول مهما التركيز زاد الدرجة ما بتتغيرش. يبقى احنا ناخد الإجابة اللي فيها العلاقة العكسية. تم إذابة 28 جرام من كيو اتش، كيو اتش ده موله ب 56، لما دوب منه 28 جرام يبقى أنا دوبت منه نص مول من كي او اتش. ماشي، مع مين بقى؟ بقول راح يتفاعل مع لتر من اتش اس ال، يبقى المادة بتاعتنا التانية اتش اس ال واخدين منها لتر ونص مولاري، يبقى المادة التانية اللي احنا بنتكلم عنها HCl وأرقامها لتر ونص مليار. نبص بقى على الرقمين طلباتك. بقول لو كان الحمض ده هو قيمة البي اتش بتاعته بإكس، رقم قبل السبعة، يبقى البي اتش متوقعة لما الاتنين ينضافوا على بعض. طبعا لو احنا كتبنا المعادلة ما بينهم هما الاتنين هنتلاقي الوزن 1:1، هنا نص مول. طب ما انا لو ضربت اللتر في 1/5 برضه هيطلع نص مول، يعني مولاتك قد مولاتي ووزنك قد وزني واحنا قوين زي بعض، يبقى الاتنين هيوصلوا لحالة التعادل. تم التعادل عاوز 7. ألف إكس زائد 7، 7 بس، أقل من 7، أكتر من 7، أنا عاوز 7. نيجي بقى لدي إكس ديت الحامضية بتاعت ال HCl، أكيد دي الإجابة مظبوطة، لأن الحامضية بتبقى رقم صغير لما نحط عليها 6.7 تطلع 7. بس عشان نتأكد برضو إن حلنا صح نعمل إيه؟ ناخد الحمض ده ونجيب له البي اتش عشان نتأكد إن حلنا صح. المفروض تطلع كام؟ تطلع 3/10، علشان ال3/10 تتحط على 6.7 توصل ل7 التعادل. طب هو تركيزه بكام؟ ب5/10، يبقى نقول سالب لوغاريتم 5/10 على الحاسبة. احسبها كده على الحاسبة بتاعتك، هيطلع الناتج 3/10 و6.7، يبقى نوصل لكده 7 مظبوط. السؤال اللي بعده عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم قلوي قوي إلى حمض. طبعا أنت لما بتنزل مادة قلوي يبقى أنت كده بتزود الصفة القلوية في المحلول، يبقى بتزود قيمة ال pH من غير ما تفكر مباشرة. الجدول الآتي جايب لك 4 أحماض، الأحماض ضعيفة وعاتي لك ثابت تأينهم. أقواهم هو HF عشان الرقم اللي أنت شايفه قدامك ده رقم أكبر رقم فيهم، وأضعفهم هو حمض الأسيتيك. طيب طلباته، بقول حطينا عليهم وفرة من NaOH صودا كاوي، ليه؟ عشان يملحهم. يعني ايه يملحهم؟ يعني ال HF تبقى NaF، حمض الأسيتيك يبقى أسيتات صوديوم. وبعدين فإن المحلول الأعلى في البي اتش اللي هيبقى عنده صفة قلوية أقوى شوية. طب أنا عشان يبقى عندي صفة قلوية أقوى يبقى الحامضية عندي أضعف، يبقى هو ده، يبقى لازم أدور على إجابة فيها حمض الأسيتيك. هنا مفيش، هنا فيه، هنا فيه، هنا فيه، بس هو عاوز الإجابة الأولى تبقى الأسيتيك، يبقى دي غلط برضه. ما عادش قدامنا إلا جيم ودال. طب هو عايز إيه في التانية؟ بينما محلول الملح الأقل في الأو اتش، كلمة الأقل في القاعدية يعني الأزيد في الحامضي أهو اتش اف، يبقى الإجابة المظبوطة الإجابة ج. حمض ضعيف ثابت تأينه الكي اي عطيهولك وتركيزه عطيهولك، عاوز نسبة التأين، يعني احنا لازم نجيب الألفا الأول. الألفا
جذر كي اي على سي اي. الكي موجودة والسي موجودة ونطلع الناتج، بس تخلي بالك ان هو عاوزها نسبة، يعني بعد ما تطلع الناتج تضرب في 100 هيطلع الناتج 92 من 100. إذا علمت أن كبريتيد الفلز إكس شحيح الذرة راسب، يعني طالما راسب ده غلط، وكان تركيز أيونات الفلز اللي مكتوب في الأول تركيزه ضعف درجة ذوبانه، على طول أما يقول لك تركيزه قد ذوبانته مرتين يبقى هو موجود في المحلول مرتين. أنت يا عم الفلز موجود مرتين؟ لا. أنت يا عم الرصاص موجود مرتين؟ لا. أنت يا حاجة الفضة موجودة مرتين؟ يبقى أنا عندي 2 آجي. يبقى دي الإجابة. المعادلة الكيميائية الآتية تمثل تفاعل كيميائي في حالة اتزان، داخلين بلون أصفر وخارجين بلون برتقاني، عند إضافة قطرات من محلول حمض الكبريتيك H2SO4. طبعا حمض الكبريتيك هيزود لنا الإتشات الموجبة في المحلول، يعني هيزود دي، ولما يزود دي يبدأ التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي. طب ما هو لما يمشي في الاتجاه الطردي هيبدأ اللون البرتقاني أيوه يغمق، يبقى تزداد الدرجة. 9. في السؤال السابق ما الشكل البياني الذي يمثل التغير الحادث في تركيز CrO4 تركيز ده عند إضافة حمض الكبريتيك؟ طب ما احنا لما نضيف حمض الكبريتيك التفاعل هيمشي في الاتجاه الطرد، يبقى تركيزها هيقل. هنا تركيزها زاد غلط، هنا تركيزها قل بس زاد غلط برضه. ليه؟ قل ثم زاد معناه ان انت سحبتها من التفاعل ورجع التفاعل يعوضها تاني، وده ما حصلش. ده زاد ثم قل، زاد منين؟ لكن ده التفاعل كان متزن، فجأة تلاقت نفسها بدأت تقل. أيوة بدأت تقل عشان اتسحبت في الاتجاه الطردي. حمض ضعيف A قيمة البي اتش له X، حمض ضعيف B قيمة البي اتش له X زائد 1. يبقى كده ال A أقوى من B. ليه؟ X زائد 1 يعني البي اتش زادت، وكل ما البي اتش بتزيد الصفة الحمضية بتبدأ تقل، يعني معنى كده إن الاتش الموجب هنا أعلى من الاتش الموجب هنا بمقدار قد إيه؟ 1. الواحد ده يعني مقدار 10 مرات. احنا قلنا كل درجة في البي اتش يقابلها 10 مرات. اتش موجب طبعا غلط، واضحة خالص اهي. الاو اتش السالب في الايه اكتر؟ لا يا عم ده هو حامضي اقوى شوية. الاتش الموجب في البي 10 اضعاف، 10 اضعاف ايه اذا كان هي الغلبانة. ايوه الاتش الموجب في ايه 10 اضعاف البي لان الفرق بينهم 1. إذا علمت أن دي واي 2 وسي 2 واي 3 يعني 4 رواسب، ده عنده 3 أيون، ده عنده 5 أيون، ده عنده 3 أيون، ده عنده 2 أيون، هي رواسب. وإذا علمت أن لهم نفس قيمة حاصل الإذاب، أي الأملاح لها أعلى درجة ذوبان؟ طبعا كده بالبديهي هنطير دول ما ينفعوش لأن الاتنين عندهم نفس عدد الأيونات زي بعض، فهيطلعوا نفس الناتج. لسه بقى هل اللي عنده أيونات قليلة ولا اللي عنده أيونات كتير هو اللي درجته كبيرة؟ لو جربتها على الآلة الحاسبة بمثال هتعرف إن اللي عنده أيونات كتير 5 أيون هو اللي درجة ذوبانه بتبقى أكبر. السؤال اللي بعده أذيب 3 جرام من حمض الأسيتيك، حمض الأسيتيك كتلته المولية ب60، 3 جرام على 60 يبقى احنا كده 1 على 20، يبقى معانا عدد المولات 5 من 100، ثم حطيناهم في محلول نص لتر، يعني هنقسم على نص، يعني فيها 1 من 10 مولات. ده مين؟ ده تركيز الحمض. ادي الخطوة الأولى. فإن قيمة البي اتش، طيب احنا معانا التركيز موجود فين؟ اهو معلش، معانا التركيز موجود. الجهاز بس بيعلق احيانا، يعني عامل زي طالب ثالثه ثانوي كده احيانا بيهنج. اهو 1 من 10. يزيد ولون لك وابسطك كمان يا حبيب قلبي. كده معانا التركيز بتاع الحمض. الخطوه الثانيه بقى، هو عاوز بي اتش. طب ما انا ما اقدرش اروح اجيب البي اتش يا سيدي الا لما اجيب الاتشات الموجبه. طب ايه قانون الاتشات الموجبه؟ اهو جذر الثابت في التركيز. انا لسه جايب لك التركيز وهو لك الثابت، حطهم تحت الجذر. يلا خش بسرعه الآلة الحاسبة واحسبها. طب وبعد ما اطلع الناتج تبدا تجيب البي
اتش سالب لوغاريتم الرقم اللي انت طلعته، وتشوف بقى الاجابه تطلع معاك كام. السؤال اللي بعد كده بيقول لا يمكن التفرقه بين محلول كبريتات البوتاسيوم ومحلول كبريتات الامونيوم باستخدام كل منهم، يعني حاجه ما تنفعش تميز ما بينهم. طبعا ده محلول متعادل التاثير اللي هو كبريتات البوتاسيوم متعادل، وده كبريتات حمضي، فدليل زي دليل الفينولفثالين متعادل وحمضي بيدي نفس اللون. ماشي، يبقى اي حاجه فيها دليل فينولفثالين مش هتنفع. نترات الرصاص هترسب معاهم هما الاثنين، لان هنا كبريتات وهنا كبريتات، يبقى الاجابه بتاعتنا ج. ده بيرسب مع الاثنين، ده بيدي نفس اللون مع الاثنين، فمش هينفع. اذا كان لديك محلول قيمه البي او اتش له ب9 و9، طبعا لما تكون البي او اتش له 9 و9 تبقى البي اتش بتاعتك 4 و1. طلباتك عاوز تركيز الاتشات الموجبه المحلول يتعادل معاه. بص يا سيدي، لو محلول البي اتش بتاعته ب2 اللي يتعادل معاه محلول تاني ب12. ليه؟ عشان يكملوا ال14 فيحصل نوصل لل7. يبقى انا عايز محلول البي اتش بتاعته 9 و9. يبقى الاتشات الموجبه بكام؟ هتطلع الاتشات الموجبه 10 اس سالب 9 و9 اهو. نحسبها بسرعه الآلة الحاسبة. ثواني. يبقى المفروض اللي يتعادل مع واحد زي ده، مع 4 و1 وده واحد حمضي واحد قلوي، يبقى لازم المحلول اللي يتعادل معايا يكون عنده 9 و9 ده. يبقى نبدأ نجيب الاتشات الموجبة 10 أس سالب 9 و9. هبط فيها كتير بس مش لاقي إجابة، يعني ولا واحدة من دول هتديني إجابة مظبوطة. حد يبقى يشوفها ويعرفنا كده. إذا كانت قيمة ثابت تأين كي لحمض ضعيف موجودة وهاتيلك التركيز موجود، لا مباشرة دي، يعني الثابت موجود والتركيز موجود، هات الهيدرونيوم وخد سالب لوغاريتم. هيدروكسيد فلز شحيح الذوبان في الماء، راسب يعني راسب واخره او اتش، قيمة البي اتش له بتساوي 9. ماشي، فإذا كانت درجة ذوبانيته درجة الإذابة يعني أيون واحد ذوبانه بكام؟ فإن صيغة المركب هو، هل هو عنده اتش واحدة ولا عنده 3 او اتشات ولا عنده 2 او اتش ولا عنده 4؟ طيب هجيبهم ازاي؟ طالما هو عاطيني البي اتش اجيب منها الاول البي او اتش هتبقى ب5. ارجع اجيب كل الاو اتشات اللي في المحلول 10 اس سالب 5. طب وبعد ما اطلع الناتج اقسم على درجة ذوبانه على ذوبانة الواحد. ليه بقى؟ لان اللي في البسط ده تركيز كل الاو اتشات، اللي في المقام تركيز ايون واحد، قسمتهم على بعض طلع الناتج 3. يبقى الراجل ده عنده 3 مجموعات او اتش، يبقى الاجابة ج. تركيز محلول كي او اتش في المحلول المقابل، هو رسم الرسمة اهوت وبيقول لك ان البي اتش قالت 13 2. طب دي مادة قلوية يبقى نجيب لها البي او اتش يبقى 8/10. طب هو عايز مين؟ تركيز محلول الكي او اتش. طب ما هو الكي او اتش بيدي او اتش واحد. طب ما انا ممكن اجيب من هنا الاو اتش 10 اس سالب 8/10 اهو. يبقى 10 اس سالب 8/10، يبقى انا كده معايا تركيز المحلول الاصلي 10 اس سالب 8/10. عند إضافة كلوريد الأمونيوم إلى NH4Cl. عند إضافة كلوريد الأمونيوم NH4Cl إلى محلول الأمونيا. محلول الأمونيا هو كان في الأصل نشادر دايب في مية، فادالنا أيونات الأمونيوم الموجبة ومجموعات ال OH السالب. ماشي؟ طبعا هو بيقول ماذا يحدث لو ضفنا NH4Cl. طب ما انت كده هتزود الاتشات الموجبة في المحلول، فالتفاعل هيمشي في الاتجاه العكسي. طب ما في الاتجاه العكسي الصفة القلوية اللي هي مجموعات الاو اتش هتقل، يعني القاعدية هتقل، يعني الحامضية هتزيد، يبقى البي اتش بتاعتنا هتقل اهي، اللي هي حامضية تزيد. طب والنشادر طالما راجع في الاتجاه العكسي لازم كمية النشادر ايوه تزيد. عند ذوبان ثاني أكسيد الكربون، والمعروف إن ثاني أكسيد الكربون من الأكاسيد الحمضية،
يبقى هيزود الحمضية، يعني هيزود الاتشات الموجب، يبقى هيقلل الاو اتشات السالب، فإن تركيز الاو اتشات يقل، وطالما الحمضية زادت يبقى البي اتش برضه هتقل، يبقى يقل في الطرفين. 20. إذا علمت أن حاصل إذابة ليودات الكادميوم، يودات الكادميوم زي ما أنت شايف كده عندها 3 أيون، احسب تركيز الأنيون والكاتيون في محلول مشبع منه. طبعا أنا طالما عندي 3 أيون يبقى كي اس بي تساوي الجذر التكعيبي لكي اس بي مقسوم على 4، يبقى هيساوي الجذر التكعيبي 2 3 في 10 أس سالب 8 مقسوم على 4، وكده يبقى أنا طلعت درجة الإذابة. كده يبقى أنا معايا الذوبانية، درجة الإذابة. الرقم اللي طلع ده بقى هو عاوز الأنيون، الأنيون اللي هي الأيونات السالب هما 2، الرقم اللي طلع أضربه في 2. طب الكاتيون، الكاتيون ما فيش إلا كاتيون بس، يبقى الرقم اللي طلع أضربه في 1. يبقى الناتج اللي هيطلع من تحت الجذر نضربه في 2 نطلع الأنيون، نضربه في 3 يطلع الكاتيون.